المغرب الحبيب أصبح من ضمن الثمانية الكبار على العالم، وصل إلى دور الثمانية، قدم أداء رجولي وقتالي وحماسي وممتع وشيق. قدموا لنا اليوم روح قتالية عالية المستوى، وإن كان هناك شكر فللجماهير العربية المغربية وغير المغربية وغير العربية اللي آزروا وشجعوا وحمسوا ووقفوا وسووا كل حاجة في الملعب، فكانوا الرقم 1 أو الرقم 12 في لقاء اليوم المنتخب المغربي مع المنتخب. مع مين لعبت اليوم؟ حطيته على كل الناس وعلى كل المنتخبات، حطيته والله حقيقة يعني، لكن نقدر نقول هاردك اسبانيا في النهاية. أنا العربي هل عرفتموني؟ أطلقوا عليهم أول منتخب. اليوم الفرحة العارمة اجتاحت الوطن العربي وانتقلت إلى أوروبا وانتقلت في كل مكان في العالم. شاهدنا الاحتفالات في قطر، في السعودية، في الإمارات، في البحرين، في عمان، في الكويت، شاهدناها في مصر، شاهدناها في فلسطين، شاهدناها في الأردن، شاهدناها في مختلف الدول العربية وغير العربية، بل أن المغاربة تصور اليوم يومهم حتى الصباح، لأن هذه الفرحة أول حاجة لابد أن نعرف أن المنتخب المغربي تأهل إلى دور ال 16 أول مرة في تاريخه عام 1986، وكان آنذاك في المكسيك. بعد 36 سنة تقريبا المنتخب المغربي يتأهل إلى دور ال 16، وبعد 36 سنة المنتخب المغربي لأول مرة في التاريخ يتأهل إلى دور الثمانية. وين وأين ومتى؟ في الدوحة قطر، خلال المونديال المنتظر الموعود للشرق الأوسط. اللهم لك الحمد أن عندنا منتخب عربي استطاع أن يحقق حلمنا، أن يكون عندنا منتخب وصل إلى دور الثمانية، وهذا إنجاز ليس بالبسيط، وهذا الإنجاز ليس بالسهل، وهذا الإنجاز الصعب اللي يستطيع أن يحققه هو الفريق الصعب. وبالتالي اليوم المنتخب الإسباني وجد أمامه رقم صعب، وجد أمامه جمهور مكتظ مشجع مؤازر عاشق محب ويأزر ليسود الأطلس. فألف مبروك لإخواننا في المغرب، ألف مبروك للشعب المغربي، ألف مبروك للقيادة من ملك وشعب صغير وكبير، ألف مبروك لإخواني المحللين بدون استثناء، ألف مبروك للفرحة الجنونية اللي شفناها في أشرف اليوم، ألف مبروك للفرحة الجنونية الأكثر أيضا عند أسامة بن عبد الله، عندكم جميعا، فمبروكين يا شباب المغرب. الحمد لله. الله يرحم والديك يا أبو جاسم، ليلة رائعة بكل معنى الكلمة، فرحة الجميع، مبروك علينا جميعا، عشنا يوم تاريخي صراحة، لحظات كانت رائعة مع الجمهور الرائع مع اللاعبين. كنا نقول دائما انه هذا المونديال مختلف لان عندنا دعم الجمهور، والحمد لله المنتخب المغربي استغله افضل استغلال. كانت مباراة صعبة جدا امام اسبانيا، لكن المدرب وليد الركراكي عرف كيف يقراها، حتى الدفاع كان لم يكن متاخر لم يكن متقدم، في نهاية الامر عرف الخطة الرائعة من اجل خوض هذه المباراة، والحمد لله وشكر الله الحلم يتواصل. الحمد لله الحلم صار حقيقة، الحلم يتواصل، ويعني صعيب نعودوه في القريب العاجل، لان مونديال الا اذا نظمنا المونديال في المغرب وكان عندنا فريق في نفس المستوى، وبالتالي نعيش لحظه تاريخيه بمعنى الكلمه، لا من حيث البلد الذي ينظم كاس العالم، لا من حيث المدينه، يعني 4 مباريات كل يوم، يعني تبقى كاس العالم في قطر استثنائي، ولا اظن اننا سنعيده بعد قرن، لا أظن بكل صراحة، إلا إذا أعادت قطر ونظمت كأس عالم آخر بعد 30 أو 40 سنة لا أعلم. ولا يمكنك أن تلعب مباراة في كأس العالم أمام 50,000 متفرج من مشجعيك، لا يمكنك أن تلعب مباراة في كأس العالم كما لو لعبتها في الدار البيضاء. وبالتالي يوم تاريخي، وأشكر وليد الركراكي بكل صراحة الذي أدخل مرة أخرى للاعبي المغاربة مهووسون بالكرة، مهووسون بلعب الكرة وبمداعبة الكرة، الجهاد والقتال لمدة 120 دقيقة، لأن الفريق الإسباني اليوم كان فريق قوي جدا. ناصر الشمراني، اليوم المغرب لعبوا على أرضهم وبين جمهورهم، الكل معاهم اليوم، فعلا يلعبون على أرضهم. نبارك للمنتخب المغرب، نبارك لأنفسنا قبل نبارك للمغاربة. بصراحة احنا نشوف بغض النظر عن ذا كله كأس عالم استثنائي، وصول منتخب عربي
اليوم نشوف الاحتفالات للاخوان المغاربه في الدوحه وكانهم في المغرب، وحتى العرب اللي موجودين سواء عرب خليجيين كلهم يد واحده اليوم مع اخواننا المغاربه. الصراحه فوز، يعني ما بقول انه فوز استثنائي بمعنى الكلمه، فرحه لجميع الشعوب العربيه يستاهلون، وباذن الله يكملونها باذن الله قدام البرتغال. طلحه، نعم، انبسطت في اللقاء والجمهور والمتعه الحقيقيه لكره القدم اليوم؟ طبعا جميل جدا. اول شيء الف مبروك للمغرب وجماهير المغرب والجماهير العربيه وكل من آزر وشجع المنتخب المغربي. فرحه هستيريه طبعا. المغرب يعني مشكورين بصراحه، المنتخب المغربي عيشوا له اكثر من فرحه. كثير من المناسبات الرائعه واللحظات الرائعه عشناها احنا في مونديال قطر، ولكن المنتخب المغربي طلبنا منه نقطه امام كرواتيا كان قريب من الفوز، طلبنا منه نقطه امام بلجيكا فاز، قلنا نقطة أمام كندا عشان نوصل ل5 نقاط، فاز على كندا وأعطانا ال7 نقاط، تأهل وهو متصدر للمجموعة، والحظ جمعه بالمنتخب الإسباني ومع ذلك فاز. يعني شكرا للمنتخب المغربي بصراحة. الأداء اليوم اللي قدمه المنتخب المغربي أداء بيرفع الرأس. أي نعم لم نسيطر على الكرة، ولكن في النهاية لعبنا بالمنطق، لعبنا بما تقتضيه كرة القدم، أن نقدم قدمنا. ما شاء الله كل خط تفوق على الخط اللي امامه، كل لاعب تفوق على اللاعب اللي امامه، لدرجه ان هناك لاعب تفوق على لاعبين وثلاث من الخط اللي امامه، سفيان مرابط وخط وسط اسبانيا كامل. هذه المقارنه اللي تمت. مبارك للجماهير واللاعبين، والكلام والثناء بصراحه لا يمكن انه يوصف الانجاز اللي صنعوه اليوم المغاربه. جمال مبارك. خالد مبارك الكل يعني حق الامه العربيه والامه الاسلاميه. توقعت المغرب تفوز؟ صراحه ما توقعت خالد، يعني جابوا الفريق اسبانيا، فريق اسبانيا في الفرق اللي قدم مستوى مميز، الفريق الوحيد. متى بديت تحس ان المغرب موجود على ارض الواقع وممكن يفوز؟ خالد الصراحه انا اتكلم بواقع، انا دريت المغرب يفوزون الهجمه اللي ضاعت لاخر شيء. هذه الهجمه من ضاعت قلت الحمد لله، هذه كره المباراه صراحه. فالحمد لله فاز المغرب. خالد الامه العربيه كلها مستانسه. كان يونس، مبروك فوز المغرب. طبعا مبروك بالبدايه لكل الشعب المغربي ولكل الامه العربيه، ومبروك ان هذا الفوز. فريق المغرب يشرفنا تشريف ما بعد تشريف في مباراه اليوم، اثلج صدورنا وفرحنا. طبعا كل التعب اللي موجود زاحه، تعرف انت الناس هوايه تعبت من عمال، من ناس تشتغل في كل حتى الجماهير، الزحف اللي زحفوا للملاعب اللي راحوا فرحوهم وخلوا هذا كل التعب يروحوا بالعكس، ولحد الان هم فرحانين. فهذه نتيجه نتشرف بها. لكن انا بمخيلتي يعني حتى بالمباراه، من كنت بالمباراه انه مدرب الفريق دار المباراه بحكمه، لكن خالد صراحه انا اصر وارجع اقول انه المرابط قلب الفريق، قلب النابض للفريق. ما خلى الاسبان هجمه واحده ينظموها داخل الملعب، على جناب اوكي، بس داخل يعني وسط الملعب ما خلاهم. لاعب حيوي لدرجه عاليه، انا اتوقع يكون يرشح من احسن لاعبين البطوله كلها، مستواه ثابت من بدايه البطوله لحد الان. لاعب ما يخلي ثغره ابدا بخط الوسط وحتى الدفاع، ومساند للهجوم. لاعب امكانيه عاليه، قليل الكلام، ما يحكي، وفقط الدور اللي يقوم به. طبعا هذا مو تقليل من اللاعبين الباقيين، كلهم قدموا، لكن دائما اكو لاعب هو خفي يكون الاعلام قليل عليه، لكن هو يكون دينامو الفريق وهو اللي مسيطر. نعم ارجع واقول بالنسبه للاسبان طريقه برشلونه صارت عقيمه، الطريقه اللي يلعبون بها الاستحواذ كل الفرق كشفتها وكل الفرق عرفتها. فلهذا اعتقد المدرب كان ذكي، عرف شلون يدافع، يقلل الفجوات اللي موجوده عنده داخل المنطقه، وقدر انه يودي المباراه للجزاءات، وقدر خلال الجزاءات انه يفوز بها. فمبروك للمغرب ومبروك انه، ومبروك ان شاء الله الدور الثمانيه ايضا مو صعبه. فريق البرتغال يعني اليوم شفته فاز بال5، لكن اعتقد مو صعبه على المغرب بالنسبه من وجهه نظري. 6 زادوا السادس، صح صار 6. فنتمنى لهم موفقيه ان شاء الله، وليش لا ممكن يكتبون التاريخ خالد، النصف نهائي ممكن يروحون للنصف نهائي. يقدرون، ليش لا؟ الكره الاسبانيه قريبه من الكره البرتغاليه اصلا فعليا. تقريبا لا ما عندوش يعني اذا مو الاسبانيه شويه، الاسبانيه شويه. نفس المدرسه، نفس المدرسه البرازيليه، بس هذا تقنيه استحواذ هي
نادره، مش كل طيب الفرق تقدر عبد السلام ده الفرق بين الاساطير تروح الاستاد والناس تحضر الماتشات ونشجع مع الجمهور، في الاخر النتيجه طلعت ايه؟ الحمد لله دور الثمانيه. انا اول ماتش احضره في البطوله من ساعه ما جيت، وتعمدت اروح النهارده. صراحه انا من قرب بقى لازم ابارك طبعا للوطن العربي كله والشعب المغربي ولينا كلنا جميعا. وانا موجود في الملعب شفت حاجه في الماتش، وانا من الحاجات دي اللي بحبها عشان انا طول حياتي كده. الترابط اللي اول مره في حياتي اشوفه في منتخب المغرب، الحب، الترابط، التشجيع اللي من اللعيبه اللي قاعدين على الدكه بره، اللعيبه اللي في الملعب واحد بيروح على الكوره تلقى 2 3 عليه، زميله بيخطئ بيشيله. دي من الحاجات اللي تقول لك ان ده منتخب متكامل. انا لعبت المنتخب المغربي كتير، اول مره في حياتي اشوف المنتخب المغربي عنده روح. سيبك من الكوره دلوقتي، الكوره دي هتيجي، اما الروح اللي انا شايفها في الملعب 90 دقيقه ما فيش واحد فيهم كل اللي عنده الباور وكل اللياقه اللي عنده بيطلعها. اللاعب اللي بيجي له اصابه مش عايز يغير، اللاعب اللي بيجي له اصابه بيطلع بره يشوف رجله بيربط رجله وينزل الملعب. عمري ما شفت الحاجات دي كلها في المنتخب المغربي. الشوط الثالث والرابع اللعيبه كلها مع بعض، شوف الفرحه بتاعتهم، شوف الترابط اللي في الملعب. ده تديك منتخب ان هو عايز، مش هقول بقى يوصل لقبل النهائي، لا ده منتخب بيقول لك احنا بعون الله نوصل المباراه النهائيه. مش عيب الطموح، مش عيب الاصرار جواك، مش عيب ان انت عايز تعمل حاجه لبلدك وتعمل حاجه لنفسك وتعمل حاجه لعيلتك. في الاخر زي ما اسامه قال لك وابو جاسم قال لك 36 سنه عمرهم ما وصلوا دور 16، النهارده بيعملوا تاريخ لهم وللمغرب. عشان كده اللعيبه دي لازم نرفع لها القبعه. وانا واحد من الناس لازم اقول ياسين بونو ده انا واحد من الناس اللي بتربطني بيه علاقه كبيره وشخصيه هاديه ومحترم فوق متصور. عشان كده ربنا بيكرمه ان هو النهارده يصد ضربات الجزاء بالطريقه دي، يبقى في حاجه الراجل ده بينه وبين ربنا، في حاجه ان هو بيشتغل، حاجه تربطه بينه وبين الحراس مرمى اللي معاه، حاجه كويسه تربطه بين المدرب اللي هو مجهز 3 حراس مرمى، حاجه تحسب للكابتن وليد ان هو مجهز ال 23 لاعب. انت بتلاحظ اللاعب اللي بينزل زي اللاعب اللي جوه، مفيش النهارده 6 تغييرات 5 تغييرات، مفيش واحد بيزعل، مفيش واحد بيتضايق. ده يعرفك ان ده منتخب ان شاء الله يوصل، مش هقول المباراه اللي قبل النهائي، يوصل المباراه النهائيه ده على نفس الاداء ده وعلى نفس الترابط والروح والتشجيع اللي انا شايفه في الاستاد النهارده من الجمهور المغربي. انا النهارده وطلحه قاعدين بنغني مع الجمهور، بنرقص مع الجمهور. انا النهارده زوجتي ام ياسين بتشجع معايا وقاعدين نغني الاغاني المغربيه فرحانين. صراحه انا واحد والله انا افتخر ان في منتخب مغربي عنده الروح والاصرار دي، وكلنا وكل الشعب والوطن العربي كله والشعب المغربي ان شاء الله هندعي لهم لغايه ما يوصلوا المباراه او الهدف بتاعهم اللي هم عاوزين يوصلوا له. 1000 مليون مبروك مره ثانيه للوطن العربي والشعب المغربي، ويا رب مزيد ان شاء الله من التالق والنجاح ان شاء الله المباراه النهائيه. هو طبعا سلاح الفريق خالد مثل ما ذكر عصام لما يكون كبير دكه الاحتياط نفس الروح اللي متواجده مع اللاعبين داخل الملعب. في اغلب الفرق بالاخص عندنا بالعرب صراحه اللي قاعد احتياط ما تشوفه متشجع مثل اللاعب اليوم اللي ذكره عصام مع منتخب المغرب. زعلان يقول لك دكه الاحتياط شلون يفرحون اكثر من اللاعبين اللي داخل الملعب. تركيز اللاعب الاحتياط لما يدش الملعب يدش بيلعب مستذبح، ما يدش انه متضايق انه ليش قاعد احتياط. فغرفه الملابس هذا اهم شيء بالفريق مثل ما ذكر عصام. الجمهور والحضور اللي صاير يعني صراحه يعني يشكرون وترجموا اللاعبين، ترجموا حق الجمهور اللي يبونه الفوز والروح القتاليه اللي عندهم. منتخب الاسباني عنده ميزتين، الاستحواذ وعنده منطقه الكره الضغط على الفريق الاخر. شوف اللي انثقه المغرب اليوم والحارس، مش بقول لك اللاعبين بيضغطوا عليهم والحارس صح تاك تاك تاك. معنى هذا الفريق ثقيل، فريق ثقيل. لعلمك المغرب طلعت اكبر عقبه لكاس العالم، كل فرق خايفه من اسبانيا، كل فرق ما تقابل اسبانيا. للعلم اولا استحواذ قوي جدا، وثاني حاجه طاقه شباب يا خالد. مش كذا البديل بعد يا خالد يصعب المباراه. شوف الثلاثه اللي نزلونا اخر شيء عن طريق الاجنحه، صراحه المباراه كانت نحن 90 دقيقه وعلى اعصابنا. مع عندي ثقه انه المغرب يفوز. وشكرا لك.
في تغريده حق اشرف حكيمي. التغريده يقول فيها اشرف سيرجيو راموس بست دفاع، افضل دفاع في العالم. هذه التغريده دائما اذا تشوفون فرحه سيرجي يجوا تنزلوا في الاحتياط صعب جدا، لان سيرخيو راموس عنده صحافه كبيره تسانده، فلويس انريكي ما راح يقدر يشتغل على راحته. ما تقدر تخلي سيرخيو راموس في الاحتياط باستمرار. لو كان سيرخيو راموس من الناس اللي حيجي الاحتياط ويسكت 3 مباريات والله سيكون في اللائحة. لكن حتى لويس انريكي يظل على تركيز المجموعة، يودي فقط اللاعبين اللي حيكونوا معاه. قال لا، أقصي سيرخيو راموس من المجموعة وحذهب بالمجموعة اللي موجودة. لكن وزن سيرخيو راموس صعب جدا في إسبانيا، عنده تاريخ كبير، من الصعب جدا تخليه في الاحتياط. فوز نشاهد الاحتفالات الآن مباشرة في هذه اللحظات في درب لوسيل بابتهاج وفرحة بتأهل المنتخب الحبيب المغربي إلى دور الثمانية لأول مرة في التاريخ. اليوم بغض النظر عن اللاعبين وأدائهم القتالي والروح العالية، الجمهور هذا اللي قاعد يحتفل في درب لوسيل هو يحتفل بنفسه، لأنه كان لهم دور عظيم في المباراة. أشرف تفاعل مع كل هجمة، تفاعل مع كل فرصة، مع كل تسديدة، صحيح. مع كل صدة، مع صافرة الحكم، صحيح. مع قطع الكرة، صحيح. يا أخي اسمح لي يعني شاركوا في المباراة. يعني اللاعب لما كان يفتقد تلك الدفعة البدنية سأقول، كان الجمهور يجيب البطارية ويرجعوا من جديد، خصوصا في اللحظات الصعبة. الجمهور قدم مستوى رائع ليس فقط في هذه المباراة وإنما المباريات السابقة، لكن هذه المباراة تحديدا عندما كانت إسبانيا تحاول المنتخب المغربي كان له دعم كبير من قبل الجماهير المغربية الرائعة والعربية في كل لحظة. ولهذا موضوع الرقم 12 كان جاهز حاضر أكثر من أي وقت مضى. أعتقد أنك أسامة تشاطرني الرأي. لا 100% يعني جمهور خرافي، خصوصا بعدما تحل المشكل ديال التذاكر اللي عشتيه معايا امس وقبل امس. فاول امس يعني الجمهور اتى باعداد كبيره من اوروبا، من الشرق الاوسط، من الخليج العربي، من المغرب، من جميع البلدان اللي فيها مغاربه، وبالتالي يعني كان رائع بمعنى الكلمه. حتى من يسخن الطرح كما نقول باللغه المغربيه هم أولتراس من الرجاء والوداد، المنشطين. لا انا حكيم قاعد يقول لي من بعيد. كل سيرجيو راموس مسوي. والله شوف الجمهور ما شاء الله خالد. شوف الجمهور على فكره، شوفوا الجماهير المغربيه العربيه الخليجيه كلهم متواجدين في درب لوسيل في هذه اللحظات، والفرقه الفلكلوريه المغربية تقدم عروض خاصة. الظاهر اليوم الاحتفالات حتى الصباح عندنا في الدوحة، وفي الآن في المغرب تدرون الساعة كم؟ الساعة 11:30. الحين حط الكاميرا فوق قاعد اقول خالد ولدي بينهم ما شفته. والله وناس يعني خالد بصراحة، يعني اعياد عربية اليوم. إذا بنتكلم جمال بنتكلم على الحارس المغرب اللي استطاع ياسين بونو أن يصد 3 ركلات جزاء، وغير غير تفاعله في المباراة وتصديه الآخر. أنا النهاردة اتفرجت على تسخينه وهو نازل الملعب. أنا حارس مرمى بحس بالحارس اللي قدام، ممكن أبص على وشه. تسخينه وتركيزه في التسخين هو والحراس اللي معاه، مش هو لوحده. تحس إن في ترابط بينهم وبين بعض. كل قراراته في الماتش النهارده يمكن ما عدا يعني الكره يمكن رجعت له هو شاطها بطريقه، بس ده عادي. بس التركيز بتاعه، التدريب بتاعه يعرفك ان هو جاهز. كل الكور اللي جات له النهارده في المباراه صراحه اتعامل معاها بمستوى عالي قوي قوي. يستحق ان هو ياخد احسن حارس مرمى في اسبانيا، ويستحق اكتر ان هو يصنف من حراس مرمى على مستوى العالم بالاداء اللي هو بيشتغله كله. يمكن هو لما غاب مباراه عادي رجع كان متالق. النهارده نفس الشيء بيثبت، بيتالق في 3 ضربات جزاء، بيعمل حاجه كده على خط المرمى دي ما يعملهاش الا ان كان حارس مرمى عنده سرعه رد فعل، عنده القرار جاهز، حركه رجله بتروح في اتجاه الكوره.
بيبص على اللاعب بالذات في الكره اللي هي يمكن الثانيه او الثالثه بتالي ضربه الجزاء الثانيه او الثالثه اللي هم لو يعني بعد ما يخلصوا الاحتفالات يجيبوها لنا. دي تعرفك ان هو لياقيا ذهنيا بدنيا ان هو جاهز لاي حاجه في تيجي عليه في المرمى بما فيها ضربات الجزاء. بقول له مبروك، بقول له زمايله مبروك، بقول له مدرب حراس مرمى مبروك، مبروك لكل زمايلك، وان شاء الله مزيد من التالق ان شاء الله. يا شباب امس احنا كنا نتكلم وكنا نقول عن المنتخب المغربي. اسامه انت اللي تتكلم امس يوم عملت مقارنه يعني بين المنتخب الاسباني والمنتخب المغربي منتخبكم، وذكرت ان لاعبين المنتخب المغربي اصلا هم محترفين ويقارعون لاعبين المنتخب الاسباني ويعرفونهم شيء. واليوم اثبت كلامك. حتى المدرب للمنتخب الاسباني حضرت ندوه صحفيه له بعد المباراه يعرف لاعبي المنتخب الوطني فردا ولكن لم يكن يعرف عز الدين أناحي. بالنسبه للويس إنريكي عز الدين أناحي كان هو رجل المباراه، يعني بونو صد ضربات ترجيحيه لذلك اختير رجل المباراه. ولكن بالنسبه للويس إنريكي عز الدين أناحي لاعب رقم 8 عنده 22 سنه. في المباراه الاولى لم يقدم عرضا جيدا وكل الجماهير المغربيه كانت طالبت بابعاده عن التشكيله الرسميه. يعني وليد الركراكي وضع الثقه فيه، واليوم بالنسبه للويس إنريكي هو اللي سولوا جميع المشاكل في وسط الميدان، هو اللي قارع جافي وبيدري وبوسكيتس احسن مقارعه بالنسبه لي بالنسبه لقراءه لويس إنريكي. تفضل طلحه. بس بالنسبه لسفيان مرابط ما شاء الله يعني انا ما بدي اضيف شيء، بس بالامس كنا نتكلم عن اصابته، هو عمل المستحيل حتى يشارك، صح ولا لا؟ اليوم في اول ربع ساعه اصيب بالعضله كمان بالفخذ في اول ربع ساعه، يعني عنده اصابه بظهره خفيفه واصيب بالفخذ ومع ذلك قدم مباراه استثنائيه ما شاء الله عنه. يعني انا بعرف شنو شعور المدرب زي اشمل المنتخب سامع انت ويا اشرف، يعني شعور المنتخب السابق كان شيء زي اشمل من التشكيله بماخذه. لا زياش وبزراوي وحمد الله. يعني شنو الهدف؟ يعني في حلول فرديه داخل الملعب كلها دائما هو زياش هو عنده الحل الفردي. يعني اليوم تشوف 3 لاعبين عليه او قدر يتخلص منهم ويغير اتجاه اللعب. يعني في لاعبين يعني صراحه قاعدين يحرجون المدربين السابقين اللي ما تم اختيارهم. يعني زياش يعتبر من نجوم البطوله صراحه. هو يا مرابط، انا قاعد اقول لك بالهجوم زياش بالدفاع مرابط. بس الشيء اللي انا كمال نفس النقطه مالك. كان في اتصال في لقاء مع اسامه في المغرب على المدرب اللي طلع حكيم، قلت باي طريقه يتدخل الاتحاد ويطلع المدرب ويرجع، لانه النجم يولد لحظه وما يجيك. مش كل يعني من المغرب بيطلع لك نجم ولا اي بلد بيطلع نجم، مدرب مقدور عليه، لكن نجوم مش كل مره بتجيك في نفس التوقيت. ويذكر في لقاء قلنا برا وطلعوه الحمد لله، جابوا مدرب وطني ونجح وشوف مثل ما قلت نجم في البطوله. وعودته كلام احمد الرواس صح. المدرب معلش ممكن ينوجد لما ينوجدون اللاعبين والنجوم، بس مو صحيح. لا انا جاوبك تفضل. كنا اذا مو 80 90% احنا قلنا التبديل غلط قبل البطوله. ليش بس اسمح لي، ليش هسه احنا سويناه؟ نحن نتكلم على ولي حكيمي ما استدعى، لا مش على التبديل، عشان حكيمي ما استدعى للمنتخب. حكيم زياش لا فقط حتكلم على نقطة تبع المدرب وهذا موضوع حكيم زياش. المدرب السابق كان عنده تباعد في العقلية مع اللاعبين، كان هناك تباعد في العقلية، يعني له طريقته مختلفة مع لاعبي أوروبا. صعب جدا أنك تطبقها دائما. الركراكي عنده ميزة كبيرة، لعب في أوروبا، لعب في المنتخب المغربي، يعرف عقلية اللاعب اللي يلعب في أوروبا، يعرف عقلية اللي يلعب في البطولة الوطنية لأنه فاز مع الوداد، ومثلا عنده لاعبين من الوداد في المنتخب المغربي. لهذا عندما يجد اللاعب المدرب يفهمه في كل صغيرة وكبيرة عندها تأتي النتائج. وحيد خليلوزيتش مدرب كبير عنده نتائجه لا نشك في ذلك، لكنه ظل بواحد العقلية يطبقها دائما في زمن يتطور، وفي بعض الأمور ما أشرف أنا ما أحكي على هذا، أنا ما أحكي على شخص وشنو إمكانيته، إحنا نحكي على المبدأ. مبدأ الرياضي مبين انه قبل البطوله ما يصير تغير، خاصه مدرب جاي من انا احكي لك كمراقب مو مثلك، انت ممكن قريب على الفريق وتعرف المدربين وتعرف والاتحاد المغربي يعرف، الاتحاد المغربي خما غشيم من بدل المدرب اكيد يعرف هذا المدرب شنو امكانيته شنو وضعيته شنو، صح لو لا؟ لان هم ما اعرف منه،
بس هو المبدأ دائما يصير تغيير مدرب قبل بطولة هو مع الفريق يكون ينحسب غلط، واحنا ببداية المجلس اتذكر حكينا بوقتها قلنا خصوصا ما عندكش دليل بان المدرب ينجح. صح لا ما عندك دليل. صحيح انه نجح ولكن ما كانش 100% ينجح. احنا ما مقتنعين. احنا من السهل التكلم بعد. حتى انا في المغرب كنت ضد تغيير. انا احكي من ناحيه المبدا. مبدا عالم كره القدم. احنا نعرف كاعلاميين كلاعبين كنجوم اكاديميين كمحللين نعرف انه التبديل قبل البطوله يكون خطا. صح. ليش؟ لان ما عنده مجال نقول انه يعد الفريق او يعرف اللاعبين. لكن مثل ما قال اشرف قال انه المدرب لديه عقليه وقريب ومترابط منهم وهو لاعب قريب عليهم. طبعا اكيد هاي الفكره موجوده عند المغاربه اللي من حطوا المدرب جابوا. لكن انا مبدئيا شو اقول غلط. وللعلم ترى احنا بالبدايه قلنا انه التبديل كان غلط للامانه. يعني حتى انا قلتها. عفوا دقيقه لو سمحتوا. حتى انا قلت جزئيه وايد مهمه في المنتخب المغربي اليوم يا جماعه الخير. المدرب الوطني الركراكي فعلا اثبت المدرب الوطني اليوم نجاحه، واثبت اليوم المدرب الوطني قادر يقود نجوم كاسود الاطلس ويوصلهم الى هذه المرحله اللي احنا شفناها اليوم. يونس خالد، هو اليوم انا اكثر من مكان شفت انه الكل تتكلم انه الفريق يعني وطني خالص. يعني احنا دائما حتى اذا نرجع لتاريخ بعض البطولات اللي حصلنا عليها او اللي حصلوا عليها العرب دائما يقول لك بقياده المدرب الاجنبي الفلاني البرازيلي البلجيكي. الان لا، يقول لك مغربي. هذا طبعا خالد ايضا من ضمن الامتيازات اللي موجوده اللي تجي تحس بيها بالفخر للامانه. نعم هي مو تقليل من المدرب الاجنبي، نعم المدرب الاجنبي ممكن يكون عنده خبرات. طبعا سياده الامير اللي دا يتكلم به خالد انا اعتقد حتى بالسعوديه مطبقين هذا الموضوع مع المدربين المواطنين. صح لو لا؟ انا عندي معلومه كامله انه يكون مساعد للمدرب منطيهم مساحه ويدخلونهم دورات. هذا شيء مهم. طبعا بالعكس المدرب الوطني يكون الفرح غير خالد. يعني مرات حتى الاعلام ماكو من تريد تحكي. يعني هسه حتى الاعلام الغربي من يريد يحكي شو يريد يقول؟ مثلا راح يقول المدرب الفلاني، راح يقول المدرب المغربي نفسه. لان احنا متعودين قبل انه المدرب مثلا البلجيكيين يقول. وشفنا نجاح في مدرب اليابان مع منتخب مدرب اليابان شفته صح. تكون الفرحه سبحان الله تكون اكثر. يعني تحس بنفسك. يعني هسه مثلا تقعد بمكان من يقول لك المدرب البرازيلي اللي صعدكم حتى السنغال. زين ليش ما قلت الفريق مثلا المغرب؟ ليش تقول المدرب البرازيلي؟ تعرف هسه احنا حتى بالبطولات اللي يصير يقول لك المدرب الفلاني صعدهم. هسه لا، مغرب خالص. حتى مع العلم اعلاميين هم مغاربه ما جايبين بس في شغله على كلام سمو الامير جباري الكابتن القدير الحبيب الكابتن خليل الزياني. فعلا انجازات الكره السعوديه مع المدربين الوطنيين او ارتبطت حتى باسم الكابتن خليل الزياني. صحيح. ناصر كابتن خليل الزياني يعني جاب كابتن الخراشي كابتن ناصر جوهر انجاز تاريخي كان وقتها كاس اسيا. بعده الكابتن محمد الخراشي، بعده الكابتن ناصر الجوهر، بعده الكابتن خالد القروني يعني اللي دربوا المنتخبات يعني ماشيين المنتخب حتى الحين اللي مع الشباب منتخب الشباب الكابتن سعد الشهري. نعم. والكابتن صالح المحمدي. بس احنا اللي نتمناه بصراحه يعني زي ما سوى المنتخب المغربي وثق في مدربه وابن بلده، نتمنى انه تكون في ثقه يعني للمدربين اللي هم الوطنيين. يعني شفنا اليوم وليد الركراكي ما شاء الله تبارك الله يعني كان فرحته اكثر من اللاعبين. واللاعبين طايرين فيه فوق يطيروا فوق. اكيد. حضر ايش بتقول؟ انا بقول طبعا المدرب الوطني لا غنى عنه، بس في بعض الدول ما بتتقبلش ان يبقى في مدرب وطني موجود. بالنسبة للمنتخب الإسباني اليوم كانت له روح رياضية كبيرة. بعد المباراة أتى إلي سيرخيو بوسكيتس، فيران توريس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اللي كان حاضر معنا في البرنامج. تمنى حظ سعيد للمنتخب المغربي في قادم الأدوار. كانت روح رياضية من قبل المدرب لويس إنريكي الذي تواصلت معه كذلك بعد المباراة. ولهذا كل الصحفيين الإسبان اعترفوا بقوة المنتخب المغربي. كانوا معترفين بها قبل المباراة، لكن تأكد لهم بأن المنتخب المغربي رقم صعب جدا في هذا المونديال. لهذا كانت الروح الرياضية كبيرة جدا، وسعيدين جدا بهذا الانتصار التاريخي لمدة أيام وأيام. والصحافة الإسبانية كانت تبرز مدى قوة المنتخب المغربي
كذلك لويس إنريكي عندما كان يتحدث في المؤتمرات الصحفية. اللاعبون اليوم تأكدوا بأن المنتخب المغربي قادر على الذهاب بعيدا في هذه البطولة إن شاء الله، وهذا ما نتمنى بحول الله. نقدر نقول الكتانات شود غلبت على التيكي تاكا اليوم. المنتخب المغربي تغلب على اسبانيا، الاساليب تختلف، هناك اساليب كثيره في 90 دقيقه. هذا المنتخب صاحب لعب لا هو دخل شق برشلونه، فانا اللاعبين حتى لما جاوا اشرح كلام وين ليش في اللاعبين الاسبان بعد المباراه يمكن انت كنت موجود وكنت اغرب من هالشيء، بعض اللاعبين يمكن 2 تقريبا ما بذكر اسمائهم ما اعترفوا بشكل او باخر. لا مش بعترفوا بانهم قدر محبطين. انا شفت بيدري انا معاهم محبطين وفي مشاعر. بيدري شايفه وانا طالع من ارضيه الميدان هو بيعمل لا يصدق، لان هاد اللاعبين لهم احلام كثيره. بس ليش يقول المغرب ما عملوا ولا شيء بس دفاع؟ اوكي دفاع انا لعب تكتيكي هذا، ليش ما المنتخب المغربي لاعب مباراته بافضل طريقه ممكنه. انت في نهايه الامر يجب ان تحقق الفوز. شوف الناس زهقت من الموضوع، والله اداء مشرف، الناس حبت تنتصر، حبت تتاهل، حبت توصل للدور نصف النهائي والدور ربع النهائي. لهذا المنتخب المغربي عمل افضل مباراه تكتيكيه، والمدرب كان ذكي. يجب ان العب المباراه تماشيا مع الاسلوب الذي استفرده. بس محمد اليوم المنتخب المغربي الشباب الشوط الاول كان مميز، كان زين، بس كان ممتاز. لكن فرص سانحه تجي اكثر من اسبوع. مسعيد لو تشوف الطريقه اللي لعب بها المنتخب المغربي في الدفاع الاول، انه مش مدافع متاخر، انه حيستقبل الهجمات والضغط عليه وما جازف وانتحر كرويا نوعا ما، عرفوا يوقفوا بطريقه رهيبه. انا احيي وليد الركراكي على اسلوب سؤالي بس بعد اذنك ابو جاسم، سؤالي ليش بعض لاعبين اسبان وانت تعرف ليش مش معترفين بحقيقه المغرب؟ بس هذا لا اعترفوا يقول لك لكن هناك فرق ابو سعيد. لو تخسر في كاس العالم في الدور ثم النهائي للمونديال الثاني على التوالي ما راح يبتسم لك ويقول لك انا فرحان. لا طبعا انا بس بعد اذنكم ما دام اشرف قاعد يتكلم لو سمحتوا، اشرف يتكلم عن اللقاءات او فرحه المغاربه وحزن الاسبان، هذه طبيعه في النهايه. انا فايز واكيد انا الخسران راح اكون زعلان وطالع من اي دور، من دور 16 في كاس العالم. عموما اشرف سوى لقاءات مع اللاعبين، نشوف اللقاءات. نعم، هي ليلة صعبة جدا، لم نكن نرغب في أن نخرج من البطولة، حاولنا أن نقدم كل شيء منذ البداية. كانت مباراة صعبة، مباراة بدنية. منتخب المغرب هو منتخب دخل إلى هذه المباراة كي يلعب بصورة دفاعية وينتظر الخروج في الهجوم المضاد، ونجح في ذلك. ومع مرور الدقائق أعتقد بأننا تحسنا، وهم أيضا حاولوا أن يصمدوا، وحاولنا حتى النهاية وفي الأشواط الإضافية والفرصة الأخيرة لبابلو سارابيا، وبعد ذلك حسمت المباراة بركلات الترجيح. نعم، نحن نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا سيطرنا على كل المباراة وعرفنا كيف نتحكم في هذه المباراة، ولكن لم ننجح في أن نسجل الفرص التي أتيحت لنا، وبعد ذلك حسمت المباراة بركلات الترجيح. ولكن أنا فخور بالفريق وبالمجموعة، وعلينا الآن أن نطوي هذه الصفحة. اول حاجه كنبغيو نشكروا الجماهير ديالنا اللي وقفت معنا، كنشكر اللعابه على هذه القتاليه هذه ديالهم، بينا لهم بلا ما نخافوش ونبقاو مركزين على لي ديتاي اللي كيوقعوا في الماتش. والحمد لله بقينا واقفين 90 دقيقه 90 دقيقه وهما لاعبين في راحتهم، بغاو يحاولوا يشوفوا كيفاش يماركيو، ما للاسف ما قدوش. والحمد لله كنبغي نشكر الجماهير على هذا المسانده اللي وقفوا معنا، وكيف ما كيقولوا ما راه الاكثريه فيهم راه تقريبا كل شيء غادي يكون خارج بلا حلق. الحمد لله كيف ما هما خارجين بلا حلق راه حتى حنا خارجين بلا رجلين. وهذا الشيء اللي خصنا نديرو، نكونوا مجموعين ونتقاتلوا مجموعين باش نحققوا هذا الشيء اللي حققنا. والحمد لله مازال الخير ان شاء الله، وغنريكوبيريو باش نوجدوا الماتش الجاي ان شاء الله. قبل ايام قلت يجب ان نحلم، من حقنا ان نحلم بنصف النهائي يا يوسف. كيف ما قلت لك الماتش اللي فات هذا راه حلم كبير هذا بالنسبه لنا، ولكن هذا الحلم هذا اللي كنعيشوا دابا راه كنعيشوه كاملين، الشعب كامل كيعيش هذا الحلم هذا، وهذا حلم مزيان. راه تقريبا حتى واحد ما غينعس هذه الليله هذه بقوه الفرحه اللي فينا، لا حنا لا الشعب ديالنا كامل. والحمد لله الحمد لله. شكرا جزيلا يوسف. قبل كل حاجه بيتكلم على سالفه اشرف حكيمي، العلاقه اللي بين اشرف حكيمي وبين كيليان امبابي. يعني اليوم اشرف زياره امبابي لاشرف حكيمي، بعدين تغريده امبابي
ورد حكيمي عليه. لا العلاقة رائعة، ودائما الصورة حتى خلفية دائما المغرب. لا العلاقة رائعة، ومنذ اليوم الأول اللي التقى فيه أشرف حكيمي وكيليان مبابي كان هناك قرب جدا في العلاقة، ويقضيان معظم الوقت في باريس مع بعض، مرة في مطعم مغربي، مرة في مطاعم أخرى عربية. لهذا هذه الصورة ما هي إلا تأكيد آخر للعلاقة الرائعة بين نجمين كبيرين. كيليان مبابي شخص متواضع يحقق أرقام قياسية في زمن قياسي، وزيارته كانت مهمة جدا وأسعدت كثيرا أشرف حكيمي اللي دائما يتحدث عنه، يزور معه دول مختلفة. وكما ذكرت لك أمس أبو جاسم كانت هناك تلك الزيارة قبل تمديد مبابي لعقده مع باريس سان جيرمان، وذهب إلى العاصمة الإسبانية مدريد. الدنيا انقلبت، كل النشرات الإخبارية تقوم بالبث المباشر لكل تحرك لهذين اللاعبين في العاصمة الإسبانية مدريد، خصوصا في ظل الحديث عن إمكانية انتقاله للريال. لا تستبعد أن نرى صورة أخرى لمبابي وحكيمي في مطعم في الدوحة أو في عطلة مع بعض. العلاقة رائعة ليس فقط بين اللاعبين وإنما أيضا بين عائلتين. لكن إذا إن شاء الله التقوا في نصف النهاية فسيكون مبابي يلعب في نفس الموضع بحكيمي. حكيمي هو من سيدافع طبعا، لكن لا عندما سنرى مباراة شيقة. اليوم كانت صورة ديال باريس سان جيرمان في الصباح قبل المباراة فيها ميسي ونيمار وحكيمي ومبابي، وتحت الصورة هادو هما الذين سيلعبون نصف نهائي كأس العالم. صورة جميلة ديال باريس سان جيرمان.